البيتي فور من النواعم السهل جدا طريقة تحضيرها، لكن في ناس كتير بتستصعبها او الوصفة ما بتظبطش معاها. بس انسي اي طريقة انت جربتيها وجربي البيتي فور بطريقتي، مش هتشتريه من بره تاني. انجح واسهل طريقة، وكمان هقولك هيرمي معاكي كمية قد ايه، وايه كل المعلومات اللي انت محتاجة انك تعرفيها عن تسوية البيتي فور وتزيينه. كمان البنات اللي شغالين اونلاين هقول لكم ايه تمن البيع وازاي تحسبوا مكسبكم. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا على المقادير. اول حاجه موجوده معانا في المقادير هو الدقيق، وانا هستخدم معاكم السنه دي دقيق الخمس نجوم او اهل رمضان. الدقيق دوت استخراجه 72، بجد ممتاز في البيتي فور. هجربه في كل النوام وهقول لكم رايي. تقدري تستخدمي اي نوع دقيق يكون استخراج 72، الوصفه هتظبط معاكي وهتبقى ممتازه جدا. تاني حاجة الزبدة المستخدمة هنا زبدة كريستال معجنة خليط من النوع دوت على النوع دوت. تقدري تستخدمي برضو اي نوع زبدة موجودة عندك. بالنسبة للسكر انا بفضل السكر المطحون في البيت. اما البيضة استخدمت 2 بيضة وصفار بيضة وظرف من الفانيليا. المقادير هتنزل قدامكم حالا على الشاشة. اول خطوة موجودة معانا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ بس ماسكة نفسها، يعني الزبدة مش سايحة قوي مش متجمدة قوي. ضفت الزبدة والسكر على بعض وابتديت اضربهم بالمضرب الكهربائي، وضروري جدا تستخدمي المضرب لانه هيسهل عليكي كتير. اما لو المضرب مش موجود هتضطري ان انت تضربي بايدك لحد ما توصلي لنفس النتيجة. تلاقي القوام كريمي جدا معاكي ولونه يفتح بالشكل ده. هنبتدي ننزل بالبيض بيضة بيضة لحد ما تختفي، نضرب التانية وهكذا التالتة. ما تنسيش تضيفي الفانيليا مع البيض ونضرب كويس جدا لحد ما البيض يختفي نهائيا، وهتلاقوا القوام معاكم ممكن يسيل شوية بس ما تقلقوش، استمروا في الضرب هتلاقوا القوام رجع تاني زي الاول. بعد كده هنبتدي نضيف الدقيق، وعايزه اقول لكم ان انتوا لو هتستخدموا كيلو دقيق شيلوا منه معلقتين كبار هرميين عشان تستخدموا الكيس. اما لو انتوا هتستخدموا الميزان اوزنوا على طول 900 جرام من الدقيق. مبدئيا كده النواعم ما فيهاش عجن، يعني انا بقلب لحد ما الدقيق يختفي معانا. المقادير اللي موجوده معانا خاصه بالدقيق اللي بيتعمل بالكيس. طيب لو هتستخدمي مكنه البيدي فور هتزودي على كيلو دقيق معلقتين كبار من الدقيق. ده القمع اللي انا استخدمته، واستخدمت كيس تلاجة عادي جدا. اهم حاجه ان احنا ما نحطش كميه عجين كبيره في قلب الكيس عشان يتضخ معانا بمنتهى السهولة. كمان لو عايزة تعملي بيدي فور بالكاكاو بتزودي معلقتين كاكاو وتبتدي تقلبيهم، ما تعجنيش. الفرن بتاعك والع على درجة حرارة 180. الرف الوسطاني بياخد تسوية حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده، ما ياخدش لون من تحت عشان ما يتحرقش منك. بعد ما بنسوي الكمية كلها بنبتدي نسيح شوكولاتة على حمام بخار. شوكولاتة بقى وايت بني، اي نوع شوكولاتة انتوا حابينه. انا ما بحبش الزق البيتي فور خالص بمربى، انا بلزقه بشوكولاتة خام زي ما انتم شايفين كده. بجد بيبقى طعمها تحفة جدا. وكمان معايا تشكيلة من البندق واللوز مطحونين، طحنتهم في المطحنة بتاعة الخلاط لحد ما ناموا معايا بالشكل ده. بنبتدي نلزق البيتي فور وبنحطه على كيس تلاجة عشان طبعا الشوكولاتة ما تلزقش. تمن بيع البيتي فور لو انتوا هتبيعوه بشوكولاتة بس مش اقل من 250. بجد الخامات غالية، وكيلو البيتي فور بياخد حوالي 300 جرام من الشوكولاتة لو انتوا هتزينوه بشوكولاتة وكمان هتلزقوه بشوكولاتة. اما لو انتي هتبيع البيتي فور مشكل مثلا شوية بيتي فور عادي بالشوكولاتة بس وشوية بالمكسرات، فسعره هيتراوح من 270 لحد 300. اما لو البيتي فور بمكسرات بس فسعره هيتراوح من 320 لحد 350. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرزقكم جميعا. معلومة بقى لحفظ البيتي فور، البيتي فور بيتحفظ ازاي؟ بعد ما بنشكله بالشوكولاتة بنحطه في التلاجة عشان الشوكولاتة تنشف وتتشمع، وبعد كده لا اما علب بلاستيك محكمة الغلق، لا اما حلة ألمونيا تفرشي فيها كيس بلاستيك وترصي البيتي فور بتاعك وتغطيها وتبقى كمان محكمة الغلق. ده شكل البيتي فور النهائي. شكلنا شوية بالوايت شوكليت وشوية بالمكسرات وشوية بالشوكولاتة البني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. انتظروني ان شاء الله في فيديو تاني جديد للنوام. لو لقيت تفاعل على الفيديو دوت هنزل لكم على طول بالوصفات بتاعة النواعم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وجربوا البيتي فور على طريقتي مش هتندموا.